السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صابون التوفير. قبل ما نبدأ كلامنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. الكمية دي ما شاء الله من مفيش، من كيس صابون صغير ما شاء الله، الله اكبر. وده نوع الصابون اللي انا استخدمته امواج، ما شاء الله عليه، عجبني خالص. يا رب تسلم لي صاحبته اللي عرفتني عليه. من ساعتها وانا بستعمله وبجيبه وما بغيرش غيره. انا غيرت غيره بصراحه بيبوظ ايديا. الكيس معانا ما شاء الله فيه 3 اكياس بينضافوا على بعض بالطريقه دي. ومعاكي المضرب اليدوي. هما بيبقوا مجهزينهم في كيس وانتي بتفضيهم على بعض، وقدامك تدوبي فيهم لغايه ما الكميه تختفي كده. وبعد كده تنزلي بلتر ميه، كل لتر ميه لازم يختفي معاه الصابون وتزودي تاني. كان ده معايا اول رتل ميه، ما شاء الله ريحته جميله جدا وليمونه كتير، وما شاء الله بيلمع المواعين. ما تخافيش، هو بيرجع كده بس بعد كده بتبيتيه تاني يوم الرغوه دي بتروح خالص. وبعد كده بتعبيه في الازايز. هنضيف رتل انت عايزه يبقى تقيل بمقاصير رتل ميه. اهم حاجه كل لتر ميه تحطيه تقلبيه كويس جدا وتتاكدي ان هو اندمج في الصابون عشان يديكي نتيجه كويسه. ما شاء الله ريحته جميله. ودي الكميه اللي اتعملت معانا ما شاء الله. هو ده لونه ما شاء الله. انت زي ما قلتلك لو حابه تخففيه، لو حابه تقليه. هو انا بعمله كده على طول فبيعجبني كده، ما بحبش ازود عليه الميه وباخد منه على طول كده وبستخدمه. واذا عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد من مطبخي. اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوف وشكم على خير.